مساء الخير، مساءكم سكر. طبعا السكر مفهومه رائع جدا، لكن هالمرة سوف أقلب هالمفهوم هذا ويصير مفهوم مخيف جدا. لذلك الآن في الوسط العلمي والطبي يعتقد أن السكر الأبيض هذا هو سبب السمنة، هو سبب داء السكري. لكن النقطة المخيفة الآن أقولها لكم. الشيء المخيف أن السكر لا يظهر لنا بهذا الشكل. لو يظهر لنا ونشوفه نستطيع أن نتجنبه، ولكن هو سكر خفي. أعطيكم مثال، لا تخاف أنك تأخذ مكعب واحد وتحطه في قهوتك كابتشينو ولا لاتيه، ولا في التركيش كافي القهوة التركية، ولا حتى في الشاهي. الخوف الحقيقي هو من السكر الخفي الموجود في بعض المشروبات. خذ على سبيل المثال هذا مشروب تعتقد أنه صحي، هذا فيه 7 مكعبات ونصف من السكر. تحب الجوافة وتعتقد أنه عصير صحي وعصير طازج، هذا فيه 7 مكعبات من السكر، وهذا السكر الخفي. طيب الناس اللي يحبون العنب، عاشقين العنب، تعتقدون أن هذا طبيعي صحي، هذا فيه 8 مكعبات من السكر، وهذا السكر الخفي. لا نخدع بكلمات رنانة مثل عصير طازج أو بدون إضافة سكر، هذا فيه 12 مكعب من السكر. في أشياء للأسف الشديد نقدمها لأطفالنا على أساس أنها صحية. خذ على سبيل المثال الحليب اللي بالشوكولات أو الحليب اللي بالفراولة، وأي حليب بأي نكهة اعرفوا فيه سكر خفي، وأي حليب بالفواكه اعرفوا فيه سكر خفي. الشوكولات فيه 5 مكعبات، الفراولة فيه 5 مكعبات ونصف. مساءكم سكر، خفتم؟ تدرون عاد 80% من المواد الغذائية والمشروبات الموجودة في السوبر ماركت تحتوي على سكر خفي، وهذه مصيبة. كيف تقولوا لي إيش البديل؟ ما هو الحل؟ الحل هو شيء واحد. جعلنا من الماء كل شيء حي. لي أكثر من سنة وأنا أحذر من هذا السكر الخفي. إذا شفت أن المقطع هذا مهم والمعلومات هذه مهمة، تكفى انشروها.